يا صباح الخير على كل اللي شايفيني وسامعيني دلوقتي من خلال صفحتي الحدوتة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ومن خلال قناتي على اليوتيوب بعنوان حاتم النجار. معاكم حاتم النجار، دي للناس اللي أول مرة تشوفني، وهتكلم النهاردة عن موضوع الأصيل. قعدت أدور كتير قوي عن إيه كلمة الأصيل. لقيت الأصيل من أهم مزايات الدنيا إنه بيحب الماضي، متعلق بالماضي، الماضي بكل الحلو بتاعه وبكل الشر بتاعه، لأن ماضي أي إنسان فيه الحلو وفيه الوحش. بيدي حق للماضي بتاعه، يعني الراجل الأصيل أو الست الأصيلة بيحبوا يدوا الماضي الحق بتاعه، بيعترفوا بالحق ده وبيحاولوا يردوا الجميل. ده الأصيل. الأصيل طيب، مستحيل تلاقي الأصيل مش طيب. الأصيل أمين، بيحب الأمانة، بيحب يدي لكل واحد حقه وبيعترف بيه زي ما قلت في أول الفيديو. بالرغم من كل الكلام ده تلاقي في ناس بتحارب الأصيل، مش عايزينه في المجتمع، مع ملاحظة إن الأصيل مش مؤذي، بالعكس الأصيل خير. زي ما بيحب الماضي بيحب أصحابه، بيحب أهله، بيحب الناس، اجتماعي بطبعه، بيدور على الماضي بتاعه عشان يبني عليه المستقبل. الناس اللي بتحارب الأصيل ومش عايزينه في المجتمع، انتوا بتحاربوه ليه ما تعرفش. انا مش بدعي ان كل الناس مش أصيلة، وبرضه مش بدعي ان كل الناس أصيلة. المجتمع زي اي مجتمع في العالم، في الأصيل وفي اللي مش أصيل. الأصيل تستأمنه على كل حاجة في حياتك، تستأمنه على بيتك، تستأمنه على شغلك، تستأمنه على حياتك، لأنه مش مؤذي، بيدور على الخير فين ويعمله. ده اللي كنت عايز أتكلم فيه النهاردة. لو حد معترض على كلامي يكتب في التعليقات والله يا حاتم كلامك مش مظبوط، أو كلامك مظبوط. أنا زي ما بتقبل الإيجابيات في التعليقات والله بتقبل النقد. الأصالة تلاقيها في مصر هنا بالمناسبة، وتلاقيها في كل البلاد العربية، ما تعرفش ليه، وفي كل الأديان. هتلاقيها في الإسلام، وهتلاقيها في المسيحية، وهتلاقيها في اليهودية. الأصيل حاجة حلوة على فكرة، والأصالة حاجة تجنن. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. كنت معاكم حاتم النجار.